اللي يتحرك يجي لجنة التأديب اللي يتحرك. أنا شاد حجرة في إيدي تخرج على الصف نعطيك. والله تعالى ما عبد المجيد بالله. هاد القضيه ديال الحجره دارت بوم صاحبي. لا والله. المهم الاخوان السلام عليكم، تحياتي لكم. المهم غنشوفوا بزاف ديال لي فيديو في هذا الفيديو، بالفيديو حتى الاخر. كيما العاده ما تنساوش الاشتراك الا كنتي اول مره كتشوفنا، لايك، المتابعه، البارطاج، الناس ديال الفيسبوك. تحياتي لكم جميعا. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد السيد غيشرح لنا واحد البلان داروا القجع الكابرانات والنظام الجزائري، واحد البلان. المهم غير تبعوا الفيديو حتى الاخر، في الاخر ديال الفيديو. واخا نكملوا اسيدي هاد والله تعالى. تخرج على الصف نعطيك. اللي يتحرك يجي للتأديب والله ما نرحموه. اللي يتحرك يرد باله. أنا شاد حجرة في إيدي تخرج على الصف نعطيك. والله تعالى. دابا عرفتي هادي راه ماشي ضحك، راه بالنسبه للجزائريين مصيفط لهم واحد الميساج غير بالفن. قال لهم سنوات ديال الصف ديال الطوابير ينتظروها. ايه راه شنو سمعتوا شنو قال؟ قال لك انا سميتو راه داير حجره في يدي، اللي ما بغاش يشد الصف نعطيه. اذا شدوا الصف وسكتوا، هذا هو المعنى ديالها. زيد نشوفوا. جيت نوري لعمي تبون كيفاش يشير بالحجر مع هاد البلاصه حدا الواد قريب فيها الحجر بزاف ممكن يشير. المهم هو راه في الجهه الاخرى، انا غنشرح ليه، سمحوا لي. عمي تبان دابا اسمعني مزيان، اسمع. المغاربه على مطلعين على عبد المجيد. زيد اختي شنو غيدير؟ علمي. غتشد الحجره غديرها فيها 3 الصبعان هادو، وي غتشير من التحت، ما تبركش على الرجل اللي ضاراك، لا غدير بحال رجع اللور سير، غادي تجي وضرب من التحت للفوق، غير شير برافو. المهم هذه هي الطريقه الصحيحه، انت شير. الا خصك الحجر عيط عليا انا راه غنخرج مع الخمسه، بقى ضرب الا خصك الحجر نصيفطو لك من المغرب. الهربه الاخوان، ضرب بالحجر تا نرجع، بقى ضرب الحجر تا نرجع. زيد نفكرك باش الامور هذه نبتعد عليها نهائيا. وصلوا ناس عنده طائره الخاصه نتاعو، عنده طرماك الخاص تاعو وين قال والله حرام تيضحك. اغلى واحد في العالم هو هذا الانسان، هو هذا اللي كتشوفوا دابا. اغلى انسان في العالم على وجه الارض هو هذا. تخيل صاحبي، ما خدام، ما ردام، ما قاري، ما طبيب، ما استاذ، ما عنده شي حرفه، ما عنده بروجي، ما عنده، من عند الله سبحانه وتعالى غناه سبحان الله. السيد خارج مسركل الطياره، والجزائري مسكين يشط الصف عليه الحليب واللوبيا والعدس والما ما كاينش والضو ما عندهمش. خاصة الناس اللي في البادية وسميتو. وملي تتقول للجزائري شي حاجة تيقول لك السيادة. عرفتي شنو هي السيادة عند الجزائريين؟ هو هذا هو السيادة عندهم. 45 مليون ولا 47 مليون جزائري كيدافعوا عليه. انا ما تنسب ما تنعيركمش، انا تنجيب لي فيديو تناقشهم معكم، انتم تعرفوا غير تسبوا، ايوا بقى تسب تما. هذا هو الغالي، هذا غالي هذا. والمشكل هو سميتو في تندوف وفي ديك البلاصه فين كاينين الجزائري ما يقدرش يدخل لهم، وكاينه القنصليه ديال الجزائر تما. شكون اللي تيدخل تما؟ تيدخلوا غير هذوك المؤثرين، مثلا بحال هذاك الموسخ اللي ديال هذاك الخائن اللي هاد الايامات راه كاين تمايا، هذاك اللي كان في القناه الاولى تيدوز الاخبار. هذاك راه دابا راه جابوه من فرنسا على حسب باش ما يخطفوه.
هربوا الكابرانات عندهم في تندوف، راه مشى تمايا قال لك خبوه تما، قال لك راه كاين واحد المؤتمر صحفي تما وسميت، غير هربوه باش ما يوقع ليه بحال بن سديره، هربوه حتى تقاد القضيه ويرجعوه عاوتاني. كما نقولوا للطائره نتاعو بين فيه جزائريين ينوض على 5 تاع الصباح باش يصحلوا ساشي تاع حليب. واش من الجزائر هذا؟ كيعرفوا غير يصفقوا، كل كلمه يصفقوا، كل جوج كلمات يصفقوا. علاش كيصفقوا؟ الله اعلم. الماهي نتاعنا ما نبغوها ما استهجنوا عليها الرجال. تضحك وضحر عايش بخير. داير راسو ساهي زعما ماشي انا اللي كنجبد المشاكل في شمال افريقيا. عرفتي مول الصداع داخل سوق راسو شي وحدين غيخرج لهم العقل. دابا هذا اجتهاد ما مسوق للسياده الوطنيه، ما مسوق قال لك هذا هو السياده الوطنيه، ما مسوق للشعب الجزائري، ما مسوق للجزائر. هادي تتحارب معاهم حتى هي، هادي تابعه لينا هادي. تحارب معاهم في التيك توك مسكين. ما مسوق للجزائر، ما مسوق الكره. هذا بدا تسولي يقول لك انا ما ديش مع كره اصلا. هذا حاجه وحده اللي كيتسوق لها. مره كيشوف التليفون واش دخلوا الصالير باش يعيش هو عرفتي في سلام، عايش الحياه في الباماز. قال لك راه حقا تزوج وراه مشات كيدوز شهر العسل في بام. تيدوز شهر العسل على ظهر الجزائريين. وفي الاخر تيجي واحد يسب فيا انا وعاير فيا، اللي خصك تسبو هو هذا. واكل ليك رزقك ودا ليك رزقك مبرع في الجزر في تايوان وفلبين ولا ماليزيا ولا فين، والجزائري يشد الصف على الحليب، وفي الاخر يقول لي المروكي شكون وعدو المروكي علاش المروكي اذا سولتي الجزائر علاش كيدافع كيقول لك الله اعلم. السياده راهي هو هذا السياده عنده كيدافعوا لهذا. تخيل دابا الجزائري، انا خلينا نكملوا السياده. زيد اختي زيد. تخيل معايا تكون مقاري بعد ديك صنعاء وتدخل لواحد الدوله عامره غاز البترول تكحط دينما. عرفتي الغاز والبترول بنادم كيضرب العدس. اش من عدس اختي، اش من عدس؟ فين هو العدس؟ كون لقاو مساكن العدس راه غيكونوا بخير. انا كنت كنضحك عليه كنقول ليه رخيص، ولكن ملي فهمت الاستراتيجيه ديالو والله ما رخيص. اقسم لكم بآية الرحمن الا اغلى واحد كاين فوق لا اختي، هذاك راه مريقل، هذاك راه باغي يبقى داك الشيء ديما هكا، فهمتيني؟ باش ديما هو ياكل ويشرب وينعس، فهمتيني؟ اش مسوق للشعب واش مسوق هذوك تما في المخيمات؟ شنو كاينه افارقه من جنوب الصحراء اللي باقيين تما، اش باقي تما؟ راه ارهاب وسميتو اللي جامعين تما. الكره الارضيه مرضي، ربي عطاه داك الرزيق راه كياكل فيه. سير شوف سير بقى بديك تندوف اخويا على واحد 70 عام اخرى بصحتك وراحتك ولا ضرحها من رجاله والله يسى رجاله عرفتي خرجوها من فم السبع. وشوف هذا شطح ليا دوله قاره على قدها 45 مليون جزائري خدام عنده. عرفتي غتلقايهم دابا عندي في الكومونتيرات العبيد كيكتبوا لي عاش. 45 مليون جزائري خدامين عنده. وفي الاخر يجي واحد يسبونا حنا في التعاليق. المروك صباح الخير المروك، مساء الخير المروك، المخزن المروك، القجع المروك. عاش غالي الصحراء القرفيه. سير والله الصحراء القرفيه. ودي الله يعطيك الصحه اختي وصافي، تبارك الله عليك، الله يعاونك معاهم وصافي في التيك توك. السلام عليكم. انا سمعت بزاف خطابات تاع رؤساء الجزائر، اكثرهم هو ريبو مدين رحمه الله وعبد العزيز بوتفليقه. بما اني عشت العهدات تاعو كامل عمري ما تاثرت كما سمعت كما سمعت عبد المجيد تبون حفظه الله البارح. الدمعه طاحت لي، مش البارح، اخر خطاب. الله اكبر، سبحان الله، انت غتدخل الجنه ديريكت، طاحت لك الدمعه. اخر خطاب تاعو انا سمعت مقاطع منه البارح، بكيت بالدمعه والله. الله اكبر، بكى مسكين، بكى الخطاب ديال الحجر. الهرب والله حتى الهرب هاد الناس هاد. معنى حتى عقده في هذا المجال.
عبد المجيد هذاك اش بغيتي؟ معليش كلامك نديرو على جهه وصاني شاد حجره في يدي تخرج على الصف نعطيك. بلا ما تهضر اخويا، اسكت 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 اخويا، اسكت. هذا راه باين فيه واصله فيه. ما عرفتش شنو غيقول كاع، نسمع شنو غيقول. انا بان لي الله ما يسكت حيت هذا ساقط عليه. هذا هو النيفو وين لحقونا عسكر الاحتلال. راه الصراحه هذا الخطاب الاخر راه دار بوم في الصحف العالميه، في كلشي مطلعاه عليه، فهمت؟ بعد 60 سنة من الاستقلال يجيبوا لكم هاد الكارثة هدايا، هاد الزبل هدايا اللي ما مثقف ما مربي ما كلشي كيسحب لي ان الجزائر فيها 45 مليون نسمه. اسمع رئيس الجزائر عبد المجيد خايب الكنيه شحال لقى. اسمع، اول مره ندير احصاء حقيقي بالدرون وبالوسائل العصريه باش نعرف. اكتشفت ان عندي 17 مليون فقط. لا هذه ماشي هكاك. لا كان جابوها العسقانيت. 17 مليون. هو كان تكلم على الحواله، قال لهم راه درت الدرون وشفت ولقيت 17 مليون. مشيت دابا واخد معايا دماغك دابا، انت درتي الدرون، هزيتي الدرون، بديتي تتحسب في الحواله بالدرون. كيفاش هاد القضيه هادي؟ واش هادشي كيتقبلوا العقل ولا اش تخربيق هذا؟ هو راه قال لهم الحواله ماشي الجزائريين، هو كان تهضر على الحواله، غير هادو لصقوا لي سميتو. هذه مصطلحات تاع ميزيريا تحت الجزائر، حنا احسن بلد في العالم، حنايا ماغري مرنك علينا بصحفور، عندنا النيف وكذا. هذه هي المصطلحات، هذه ما عندها حتى معنى في قانون البشريه وفي القانون المنطقي والعقلاني والشرعي. وعلاش الجزائريين سميتو يقول لك حنا قاره، حنا عندنا النيف، حنا عندنا الدراهم، وعندنا قوه ضريبه. سمعتوا ولد بلادكم شنو قال لي؟ ديك الهضره مابقاش تقولوها. الحمد لله حنا ما تنقولوش ديك الهضره، الحمد لله حنا متواضعين. هذا ما كاين واحد يهديك والله ما كاين هذا كان متصور فينا انت ودير فينا لا ودي يفوتوا محمد. لا هذا ما عندي ما نقول عليه بدون تعليق. الله يحسن العوان المساكن، الناس الكبار هادو الناس كبار، الله يحسن العوان المساكن. لا في الصراحه انا ما تنبغيش نبارطاجي بحال هاد دابا عاد تندوز طلع لي هذا الفيديو، وهو طويل الفيديو اصلا طويل، فهمتيني فيه 3 دقائق. ما بحال هادشي ما تنبارطاجيش لانه الناس مساكن الله يحسن العوان. واحد الانسان شاط الصاف ندابز على نص لتر ديال الحليب ولا ايطرو ديال الحليب، وواحد جاي تصور فيه يا صاحبي، صور من بعيد سميتو بنادم كبير في العمار، زعما تحترموا صاحبي. الله يحسن العوان المساكن. هاد الناس هادو راه مدوزين حياتهم عذاب حيت تزادوا في الجزائر، فهمتوني؟ السيد دابا تلقى عنده 63 65 عام ولا 70 عام 80 عام مازال واقف تما في الصف باش يشد لتر ديال الحليب من الدعم ديال الحليب. هذا هو الدعم تاع وفر لهم الحليب غيشريوه. هي قطر دابا، ياك قطر اللي كانوا كيقول لك لا الخليج نتوما معروفين بالخليج، ها هي قطر اللي جات دابا باش توفر لك الحليب في بلادك. انت قطر اللي كنتي ديما تتقول ليها قطر، ها هي دابا جات باستثمارات ديالها في الجزائر باش توفر لك الحليب. اللي حيتاش نتوما ما قادرينش توفروا الحليب لريوسكم. والناس مساكن شوف عبدي ما شاء الله. والله لا جاب لي ربي ما تحشمش انت القجعه.
انت والله لقجع في راسك، انت ماشي يسموك لقجع، انت قجع في راسك على بالك. علاه انت ماشي قجع؟ حتى انت راك مقجع في راسك. ها الجزائريين علاه؟ انت مالك صاحبي؟ انت مالك مع القجع؟ انت بعيد على القجع صاحبي. انت كمواطن جزائري لا علاقه بعيده صاحبي. اش داك القجع؟ اش دابا انت توصل الميساج للقجع؟ شوف اخي الجزائري، شوف لي روج، شوفوا مباراة من يلعبوا دوك ها هم الفار كونتر بركانة، مباراة مغربية ثالثة مزيان الناس تبع. كيقولوا لك باللي انهم حنا اللي مقابلينهم، حنا حاضينهم، حنا ديما مقابل. ها هما في التلفازه يتفرجوا في الدوري المغربي، يتفرجوا في الاخبار ديال الثامنه، يقابلونا في القنوات في اليوتيوب، يسبونا في الفيسبوك، يعايرونا في التيك توك. كلشي في الاخر يقول لك راه نتوما مقابليننا، نتوما راه مقابليننا في الصباح وفي العشيه وفي الغدا وفي الفطور وفي كاس كروط وفي كلشي. كورة مقابلين باش شنو غيقول لهم باللي انه شوف اذا كاين الخريطة هذيك بلادو يا اخي بلادو في المغرب هذه في سطح الخريطة. مال الخريطة مليحة هاو اتي الدحميس ورا الخريطة. فين هي الخريطة؟ انت قلتيها في بلادو، علاش غادي يدير الخريطة في بلادو؟ واش انت مريض ولا مال؟ انت قلتي في بلادو، في بلادو لعب. راه كاينين ثلاثة د الأقمصة. تا كيخربق، شدك لشي كورة، شدك لشي صباح الخير عليكم يا جماعة. راني في ميوزي دو لوم في باري على الجماجم. والله ما لقيتش، حوست ما لقيتش ولا جمجمة يعني. هذا غادي يجيب لهم الجماجم من فرنسا. ايوا زيد فين داخل؟ تتعلق بالجزائر ما كاينش بزاف. شي متحف هذا؟ هنايا يعني سقسيتها اسكو كاين ولا مازال جماجم جزائريه هنا في المتحف. قالت لي بكل بساطه، قالت لي ما كانش. قبل ما تقول لي هنايا راه ماشي هنا فين كاينين الجماجم، ماشي هنا، راه في واحد المقبره تحت الارض فيها شي 12 مليون جمجمه ديال حتى الجماجم ديال سميتو ديال الحرب العالميه الاولى والثانيه، راه تما فين كاينين ماشي هنا. هنا راه تيتصوروا فيه الناس، غير واحد المتحف هنايا تيدخلوا ليه الناس كيتصوروا تمايا، وفي واقيلا على ما اظن شي خرائط ديال الدول، شي الدول اللي قدام وداكشي. زيد قالت لي ما كانش، قالت لي كانوا ديجا عندنا، قال لي بصح دركا ما كانش. وسقسيتها قلت لها اسكو رديتوهم للجزائر؟ قالت لي وي رديناهم. دونك درك راه عندكم الجواب يا خوتي الجزائريين. الجزائريين عندكم الجواب دابا. قال لك راه داو من الجزائر، قالت لك راه كانوا تما ولكن داو من الجزائر، داو واحد جوج للجزائر ولا ثلاثه اللي داو، اما الباقي كامل حولوه لهذاك واحد البلاصه خزنوه تمايا. باقي الفيديو تيدور في التيك توك، قلبوا عليه تشوف. اتبان حزرة نيبة هذا؟ واش نيبة؟ الذكاء الاصطناعي هذا ملصقين لي الوجه ديال عبد المجيد. والله العظيم هاد الذكاء الاصطناعي تيخرج على الناس. راه اصلا قالها اللي مخترعو، قال لك اسيدي راه خرج لينا من يدينا، هو اللي صنعو قال لك صافي ما بقيناش كنتحكموا فيه. دابا العجب والعجب، هاد السنه باقي ما شفتو والو، باقي جاي الخير والبركه في الطريق. هادشي دابا بالفلوس، خليت تيدخلوا الشركات اخرين ويتجهد هادشي ويولي داكشي كلشي فابور. دابا راه سميتو اللي خدامين غير اللي تيخلصوا، حيتاش كاينين بعض البرامج اللي خصك تخلص باش تصاوب فيهم، فهمتي. وكاينين شي وحدين اللي كاين مجانين، ولكن شي كيعطيوك بعض الميزات من بعد سميتو تولي تخلص الشهر واحد 100 درهم ولا 200 درهم ولا على حسب. ولكن هادشي اخويا راه بزاف، هادشي راه حتى اليوتيوب ولات واحله مع هادشي. اليوتيوب
خرجت واحد القانون قالت لك اسيدي اللي مدوز فحال هذا الفيديو هذا، يلاه فكرت حتى انايا بحال هذا الشيء خصك تقول باللي انه هذا مصوب بالذكاء الاصطناعي. اليوتيوب قالتها في القوانين ديالها دابا. اذا انا هذا الفيديو ما عندي ما ندير به. اش بغينا؟ ما عندناش باش نخلصوا الناس والدراهم ما بقاوش ما عندنا ما نديروا. تا كيبكي هذا السيد هذا، عاد تيبكي مرة يقول القوة ضاربة، حنا ما عندناش الديون، حنا أول إفريقيا عربيا ما عندناش الديون، حنا دايرين فاعلين تاركين ما فهمت، وفي الآخر تيجي تيبكي عليهم تمايا. على دولة على دولة جابها لاصقة. كثر خير عمي تبون، وربي يحفظ عمي تبون. تحيا عمي تبون. هاكا في النسر، والله ما خلا في عهدة عمي تبون. تشوف التريسيتي، ها التريسيتي. يو تحيا عمي تبون وربي يحفظ عمي تبون. واللي يشتي واللي ما يشتيش يضرب راسه على حيط. ايه يلا وصلوا مدو مساكن، مدو يلا وصلوا. وياك قالوا لك لا راه حنا اللي تنصدر لكم الضو نتوما اللي سميتو، والمغرب كامل داز فيه الضو، هما باقي يلاه مساكن كيحطوا لهم البطولات. ايوا زيد. حنا البطولات هذو جامي شفناهم في حياتنا، بقى في عهدة عمي تبون اللي شفنا ذو البطولات في حياتنا. ما عمرو شافوا البطولات ديال الضو في حياتهم حتى جا عبد المجيد. ايوا تحيا عبد المجيد. يا ودي تحيا. ايه يا عمي تبون، يو تحيا عمي تبون. وما القوات سخاوين من الوسط، قوات سخاوين اش من القوات حتى انا البطولات خاوين من الوسط. علاش؟ على هادو البطولات كيكونوا خاوين من الوسط، اذا هذا غيضربوا شي واحد بحجره غيتهرس. انا اللي تنعرف البطولات تيكونوا عامرين، بالعكس تيكون صحيح، ماشي بحال هذوك اللي عندنا في المغرب. في المغرب تيكونوا فيهم دوك الدرجات تيكونوا عامرين، ولكن هذيك راه الجزائر ماشي المغرب. المهم الاخوان نمشيو نسمعوا هذاك الفيديو اللي قلت لكم في البدايه ديال القجع. واخا نسمعوا هذا السيد. اهلا وسهلا بكم. بغيتو تعرفوا علاش القجع تيكرهوا الجزائر؟ ايوا راح يدار لهم اكبر شمس العشيه. هذه مده ماشي طويله بزاف. بلاد العسكر دارت لنا شي حاجه سميتها منتخب البوليساريو، وحاولت تدخل الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم. هنا القجع سمع بهذا الخبر بس سكت، لا مشى دار واحد الحركه دبلوماسيه وسط الكاف ودار واحد القانون صوتوا عليه اغلب الدول الاعضاء في الكاف انه ما يمكنش تكون عضو في الكاف الا ما كنتيش اصلا جاي من دوله عضو في الامم المتحده. الجزائر غتسكت؟ لا. مشاو ودخلوا هذا الفريق هذا ديال البوليساريو ولا كونيفا. شنو كونيفا؟ اتحاد الجمعيات المستقله ديال كره القدم، بمعنى هي الفيفا ديال الدول الغير معترف بها بحال الاكراد وشعوب اخرى، بمعنى هو المونديال ديال الاقاليم. هنا القجع واش غيسكت؟ لا، غادي يدخل القبائل الكونيفا وغيدير واحد الفريق سميتو كابيليا، غدا المجموعات. والمفروض المونديال ديال الكونيفا اللي كان غادي يدير هذا العام هذا في جوان في كردستان العراق، المجموعه ديال البوليساريو غطيح مع المجموعه ديال القبائل، الفريق القبائل. شنو غادي دير الجزائر؟ غادا تسكت؟ لا ما سكتاتش، عطات الاوامر ديالها للصنايعه والبلطجي ديالها البوليساريو يسحب المنتخب ديالو. اكثر من هكا باش تعرفوا ان القدام ديالهم كحل، فين ما كيدخلوا كيديروا مصيبه وطريقهم كحله. الكونيفا ديال 2024 اللي كانوا المفروض تلعب في كردستان العراق هذا العام هذا في الصيف تلغات نهائيا، غتلعب العام الجاي. علاش؟ هما قالوا كودي الامن من الامن. لا، كردستان العراق من عكس بالقلب وشافت البوليساريو. كردستان ما عندهاش مشكل مع المغرب، العراق ما عندوش مشكل مع المغرب، كيعرفوا المغرب كيحترم الدول كيحترم السياده ديالها. الغاوها وقالوا خليونا العام الجاي على ما يجي العام الجاي نشوفوا شنو غنكونوا نديروا مع البوليساريو ومع بلاد العسكر ومع هذا الفريق المسخ ديالهم. الف مبروك، اكبر شمس العشيه دارها القجع. وهذا السبب علاش بلاد العسكر كتكره القجع. كتبوا لنا عافاكم في التعليق شنو رايكم في اكبر عشيه من صناعه القجع، يعني ميد ان القجع. وفلان دار اليوم والله الا بلان واعرات هادي. برافو القجع، برافو القجع. فهمتوا ياك؟ فهمتوا والله الا واعر. ايوا جي تلعب معانا، جي تلعب مع سيادك والله حتى غيتبعوا المغرب
تيوليو يبقاو يتمشوا عفيانين. المهم الاخوان، الا وصلت هنا ما تنساش الاشتراك، لايك. تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.